عارفين ان الدنيا فيلم رعب واحنا فيها الضحايا وبنمثل فيها وبنخرج قبل ما بننام، بس في شويه حاجات بتحصل اوحش من 100 فيلم رعب. اذا كنت فاكر ان اوبسيشن وسو وتشوكي دي اكتر حاجه بتوقف على فخادك من الخوف، انت عندك تبلد مشاعر. لان الحاجات اللي هنحكيها النهارده بمثابه خوفك من جدك لا يموت ليله دخلتك. الفيلم الأعلى. خوارزميات السوشيال ميديا ده فيلم رعب لوحده بجد، لان مثلا السوشيال ميديا بتقترح لك بوست او فيديو لو كملت فوق 30 ثانيه انت اتفضحت رسمي خلاص. تخيل وانت بتقلب اقترحت لك فيديو لواحده اجنبيه ماسكه قميص لانجيري مغطي كل حاجه الا سرتها، ويحصل ترانزليشن يتحول تبقى لابساه وجسمها يتهز زي الجيلي كده، وطبعا الفيديو من الساب عمال يتعاد فوق ال 30 مره. ويشاء القدر ان التليفون بتاع ابوك يجيب شاشه ويضطر يمسك تليفونك يسكرول منه، وفجأة التايم لاين يتحول مجلات بورن اللي كان بيشتريها ابوك في التسعينات. الفيلم السادس. يوم السبت بجد بيبقى يوم رخم وبيخوف كده، ده اللي عشان هو خلاص بكره الحد وبداية الاسبوع، والخوف ده بيبدأ معاك من ايام المدرسة وبيفضل يكبر معاك لحد ما ربنا يديلك طولة العمر تطلع على المعاش وتقعد كده وتكتشف ان اليوم فعلا فيه 24 ساعة، ما تقعدش 12 متقسمين ولاد الكلب. الفيلم الثالث. الانطوائي لما يسلم على ناس غريبة. كيفك اللي بتقول في ايه يعني لما يشتغل شوية؟ روح يا اسطى ابعت نقطة للبيت اللي واخد رقمها من تانية ثانوي وتعالى اتكلم معاه. الفيلم الرابع. الواد اللي كان معاك في ابتدائي لما يشوفك بتاخد درس بره وتيجي في اخر السنة تتفاجئ بالملاحق اللي انت عمالة تسترسل في كل المواد وبتسأل مين اللي جاب لي الملاحق دي. الفيلم الخامس. البنات. انا سمع على جزئين، الجزء الاول جزء الطفوله، عارف البنات اللي بيبقوا قاعدين معاك في الفصل في ابتدائي اللي انت لا بيهم علاقه بيك ولا حتى بيدولك ابتسامه ولا وش ولا حتى بيخشوا لك موضوع التعبير اللي جاي في الامتحان، بس يشوفوك ماشي مع الواد بقالي زي العيال في الدكه الرابعه وشلته اللي بيسرقوا الدكك وبيلعبوا رفع على فلوس مزوره اللي هي عليها صوره كريستيانو رونالدو ورفاعي دسوقي، وطبعا بيقولوا لامك لما يروحوا يشوفوها في فرن العيش ويتقابلوا، يا سبحان الله بيشوف امك هناك في فرن العيش ويحكوا لها بقى مغامراتك مع العيال السو دي، ودول اول مرشدين هتقابلهم في حياتك. الجزء الثاني بقى هنكوت الكراش اللي انت قاعد طول 24 ساعه بايت قدامه وبتقلب الصباع ده تقوم دايس عليه بالغلط، ويا حظك ويا جمالك لو عامله زيارات الصفحه وعرفت ان انت دخلت في الصفحه. الفيلم السادس. الفقر. فيلم رعب جدا، تبقى من طبقة المعادي تنزل طبقة خط مترو التاني شبرا والصفت وضواحيها، كنت بتالي يقول الاوفر ده ايه يعني نزل طبقة؟ نزل النار. وفعلا اوعى تتريق على مشاكل الناس، بتعايش نفس السيناريو ده، اول يوم في الشهر ببقى في طبقة، من يوم 10 بنزل طبقات بقى. الفيلم السابع. وهو كيس الاندومي اللي بالفراخ اللي امك بتشوفه في الزبالة، تقولش شاف الكيس بودر شخط وبطن بقى وضرب حلل وطرطشة شوربة، مش عارف ايه الاوفر ده، تحس الاندومي ده كان ضرتها وابوك دخل بيها الشقة، مش عارف ايه العداوة دي. بس وكده الحمد لله الفيلم خلص ولسه للحديث بقية ولسه في افلام كتيرة في الانتاج، متنساش بقى تهدي المواقع دي بقى بلايك وسبسكرايب والنوتيفيكيشن طبعا عشان يجيلك الفيديوهات بسرعة. يلا الحقونا.